تعالوا بقى مع بعض نشوف أجمل برفيوم خليجي أو شرقي بيتعمل في أباتشي، وهو عطر هاون. هاون طبعا غني عن التعريف. جبنا الإزازة الجميلة اللي هنعمل فيها البرفيوم، وبنشيل البامب بتاعها. ده اسمه بامب كبس أمريكي. بنفتحه وبعد كده بننضف الإزازة اللي هنشتغل فيها، بننفخها جامد من الهواء من جوه عشان لو فيها أي شوايب تطلع، وبعد كده بننضفها بالكحول. بنغسلها كويس بالكحول كده بطريقة بسيطة، وبنرمي الكحول اللي احنا غسلنا بيه، وبعد كده برضو بننفخها تاني بالهواء جامد عشان لو فيها اي حاجة من الشوائب تطلع بإذن الله. بنحط الكحول الأول. بنحط نسبة الكحول الأول عشان لما ننزل بنسبة الزيت العطري ينزل عليها الزيت العطري يتفتت على طول. بعد كده بناخد نسبة الزيت العطري من عطر هون. عطر هون هو عطر فيه طابع شرقي أو ما يقال عليه خليجي. العطر للجنسين ده من أجمل العطور الشرقي اللي هتشموها. جميل جدا جدا، وهو عطر زهري بلمسات الكراميل. هو عطر زهري محلون شجر شوية، بلمسات الكراميل والمسك والعود. بعد كده بننضف السرنج عشان لما نرجع في الكحول تاني ما يبقاش يكرف الزيت العطري مع الكحول. بعد كده بنكمل باقي الازازة كحول، وبنقفل ازازة الزيت العطري. العطر اسمه هاون. العطر للجنسين يا جماعة، رجالي ونسائي، اداؤه ممتاز. بنحط الزيت العطري والكحول في كاس الخلط. الكاس ده احنا بنخلط فيه المكونات اللي احنا حطيناها على جهاز الخلط بطريقة الخلط الدوراني. تمام، نزلنا كمية العطر. بنحط بعد كده المذيب العطري. المذيب العطري ده بيساعد على إذابة الزيت العطري في الكحول. وبنحط الماء المقطر، من الحاجات المهمة جدا. الماء المقطر طبعا العطور بتتكون من زيت عطري وكحول وماء مقطر ومذيب عطري بنسب محددة. الماء المقطر طبعا ليه وظائف كتير، من ضمنهم برضو إذابة بعض المكونات من الزيت العطري في الكحول، وهو بيظهر بيظهر العطر، بيديله فوحان، وبيعلي كثافة السائل العطري، فبالتالي بيقلل من تطاير العطر. بنخلط. ده جهاز خلط بيخلط بطريقة الخلط المغناطيسي بطريقة دورانية عشان ناخد أفضل طريقة للخلط. وبنرجع بالسائل تاني، سائل العطر في الإزازة اللي احنا هنعملها. عطر هاون طبعا زي ما قلنا عطر للجنسين. هو عطر زهري محلون ممزوج بالكراميل والمسك والعود. رجعنا المكونات اللي احنا عملناها كلها وخلطناها مع بعض. بنمسح مكان العنق بتاع الازازة عشان خاطر لو في اي نقطة عطر وقعت عليها ولا حاجة، عشان نقفل حلو كده على نظافة زي ما بيقول. وبنأكد على الخرطوم بتاع البخاخ من تحت مقطوع كويس عشان ما يتسدش. بعد كده بنقفل وبنحط الكاش بامب والكبسولة، وبعد كده بنكبسها كبس يدوي. ممكن تتكبس على جهاز برضو. بنتأكد من الكبس وبنشوف المكان كويس ونجرب البخاخ تمام شغال كويس، وبنقفل. ولازم ننظف كويس جدا، لان الازايز اللي بيكون ليها الوان دي غالبا لو عليها نقطة من العطر بتتقشر او بتتأثر جامد بالعطر. وبنحط عليها ده ستيكر حماية او سكرين للحماية، لان الازاز دي اغلبها بتطلع شحن. بعد كده بنحط الشنطة الشبك دي عشان تحمي الازازة من الاحتكاك في العلبة. وكده احنا عملنا اجمل برفيوم خليجي
أو شرقي في أباتشي اسمه هاون. وشكرا.